اللي خايف يروح. اللي خايف ايه؟ اللي خايف يروح، يا اما اللي خايف يفسل عجل زينا. اللي خايف يفسل عجل تعالالي تعالالي يا كاريزما، لان النهارده الحلقه ناريه ومن العيار الثقيل، ولكن ارزع لايك يا كاريزما وصلي على النبي. واهم حاجه مشاركه للبث ده، اعمل مشاركه للفيديو وارزع لايك. وعايزين نوصل الحلقه دي ل 3-4 آلاف لايك اول 5-6 ساعات. بص يا سيدي، مبدئيا كده النادي الاهلي واخد المطار لحسابه، رايح جاي، لعيبه جايه راحه جايه راحه جايه راحه، مفيش راحه ولا بالراحه. النادي الاهلي حرفيا مش هقول لك بقى يمسك الفرق المصريه يا ليله وينجد لها، هو مهليلها اصلا. يعني النادي الاهلي مهليلها اصلا ومنجدها اساسا. من الاخر كده النادي الاهلي هيعلقنا من فخدنا في السوبر. النادي الاهلي هيعلق الفرق المصريه والفرق الافريقيه بعد كده من فخادها كده. بص بقى بقول لك ايه، سكواد النادي الاهلي من الاخر كده بقى مرعب، من الاخر كده بقى يخوف، من الاخر كده يبقى لازم نفسل عجل. لو رحنا السوبر الافريقي بالسكواد اللي النادي الاهلي بيعمله ده، من الاخر والله هيعلقونا من فخدنا. اللعيبه هتنزل حرفيا هتنجدنا وهتهللنا. أسد جديد في الجزيرة، أشرف داري أهلاوي. النادي الأهلي هو النادي الوحيد في أفريقيا اللي اللعيبة بتسيب أوروبا عشان تلعب فيه. هو ده الكلام اللي لازم يوصل لكل اللي عايش في غيبوبة ومش عارف إن النادي الأهلي نادي عالمي. النهاردة لازم يوصل له الفيديو ده عشان يعرف ويعترف. النهاردة أشرف داري اللاعب المونديالي رابع العالم مع منتخب المغرب، اللاعب يا جماعه اللي لعب قصاد كريستيانو رونالدو، لعب قصاد ميسي، لعب قصاد امبابي، لعب قصاد مودريتش، لعب قصاد كل اللعيبه العالميه دي، فضلا عن انه محترف في اوروبا واخد بطل افريقيا في 2022 مع الوداد. في كواليتي احسن من كده. النهارده بينضم للنادي الاهلي اسد جديد في النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي سابت كل الزيطه، سابت كل الفخامه، سابت كل العظمه دي، سابت كل الصفقات اللي في ناس بتتنشأ على ستارز صفقه منهم وقاعدين يندبوا حظهم وقاعدين مش عارف يعني اقول. سابوا بقى كل ده وبيقول لك ايه، اصل تقديمه الصفقه كانت مش عاديه، لا مش عجبتناش قوي، يا 6 من 10 دي 7 من 10. عمالين ينظروا على الصفقه، وفي ناس لو عملوا صفقه بيعملوها باعلان كشري وبط. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي الكبير فعلا اللي بيشرف مصر. النهارده اي لعيب بيجي من اوروبا، من افخم واكبر الانديه في اوروبا زي اشرف داري وزي غيره من علي بن رمضان ويحيى عطيه الله وغيرهم، النهارده جاي يلعب في النادي الاهلي ضامن مكان في كاس العالم للانديه. من تالتة شمال بنهز جبال، اشرف داري اهلاوي. طبعا واحده يقول لي انت بتغني للاهلي ليه يا ابو الدهشين على الصبح؟ اقول لك والله ما انا اللي بغني، ده كلام اشرف داري. يعني اشرف داري ما لحقش يقعد داخل النادي الاهلي 5 دقايق لقيته بيغني الاغنيه دي وكانه بيقول انا جاي عشانكم، انا جاي وجاهز وجعان للسوبر الافريقي، عايز بقى اتوج بقى ببطولات. انا بقى لي 5 دقايق في النادي الاهلي ما خدتش بطوله، سيبوني بقى يا جماعه اخد فرصتي يا جدعان. النادي الاهلي تعاقد مع اشرف داري، يعني انت لو مش داري انا بقول لك الاهلي تعاقد مع اشرف داري. واحد هيجي يقول لي ايه الضجه اللي معموله من جمهور الاهلي والاهلي في صفقه اشرف داري؟ ايه يا عم، هو انتم متعاقدين مع مين او الاهلي متعاقد مع مين؟ هقول لك حقهم، ما تقول لهمش انتم متعاقدين مع مين، لان انا لو قلت لك هتتضايق، بس انا ممكن اديك نبذه. هو ده اشرف داري اللي لعب امام كريستيانو واحرجه مع منتخب المغرب في كاس عالم قطر، احرج امبابي، احرج جميع نجوم اوروبا. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ الراجل ده يا جماعه يعني مدافع ما شاء الله، مدافع جاي هو عارف هيعمل ايه ومطلوب منه ايه، وعارف ان هو جاي يدخل التاريخ مع النادي الاهلي. بيلعب في الدوري الفرنسي، ساب الدوري الفرنسي وجاي يلعب مع الاهلي. ليه؟ لانه عارف قيمه ومعنى النادي الاهلي. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي وصل لكم فيه الفيديو. انا زيكم تماما،
نايم ومتوقع ان اول ما هصحى على خبر ان كريم البركاوي او البركاوي ايا كان الاسم وصل بسلامة الله لمصر. ده الميعاد اللي كان محدده، ومتوقع ان خلاص اول ما اصحى كده اشوف صور وهو في المطار. كريم البركاوي شرفنا ونورنا، النجم المغربي ولاعب الرائد السعودي السابق، وهيجي بقى عشان يضيف لخط هجومنا. ده الكلام اللي احنا عارفينه امبارح. ولكن سبحان الله اصحى من النوم الاقي مين اللي جه؟ اشرف داري نجم المغرب برضو، يعني الاسامي بس اتبدلت، نفس الجنسيه ولاعب منتخب ونجم وكل حاجه، ولكن ده مهاجم وده مدافع. وده كان راح للاهلي اللي هو اشرف داري، وده كان راح للزمالك هو كريم البركاوي. ما لاقيش كريم البركاوي ولا اشرف داري. جاي مع مين بقى؟ جاي مع امير توفيق في المطار، وخلاص اعلنوا الانتقال رسمي، والراجل وصل بسلامه الله في صفقه قويه جدا جدا للنادي الاهلي. طب وكريم يا عم اسلام؟ والله يا ابني ما اعرف فيه ايه. وصل يا اهلاويه، وصل بديل محمد عبد المنعم السوبر، وصل النجم المغربي اشرف داري المونديالي. اشرف داري اهلاوي رسميا، وصل يا اهلاويه. اشرف داري اسد جديد في الجزيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعيني الكرام، اهلا بكم في فيديو جديد، ومبروك لجماهير النادي الاهلي وصول النجم المغربي المونديالي الدولي اشرف داري الى القلعه الحمراء رسميا. اشرف داري اهلاوي، وانا بفضل الله من اسبوع قلت لك اشرف داري اهلاوي، من اول الناس اللي اتكلمت وقالت لك اشرف داري لاعبا جديدا في النادي الاهلي. اخبطني اللايك يا بيه. مبروك لجماهير النادي الاهلي، صفقه مميزه، لعيب مميز جدا 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 جدا. مدافع اولا صغير في السن، ثانيا لعيب دولي في كل اعمار منتخبات المغرب، بداية من الناشئين لحد المنتخب الاول، حتى منتخب المحليين انضم له. اشرف داري اللاعب اللي قدم مستوى رائع ومميز في كأس العالم عندما كان يلعب مان تو مان على النجم كريستيانو رونالدو امام منتخب البرتغال، وعلى النجم كيليان مبابي امام منتخب فرنسا.